برشلونة. هو جلاد برشلونة، انا ما كذبت. انا ما قلت لك كيليان امبابي اكثر لاعب فاز على برشلونة، انا قلت لك كيليان امبابي جلاد برشلونة. وكيف لا، هو لاعب قدامكم 9 مباريات مسجل 12 جول، سجل في كل البطولات المحلية على برشلونة، وسجل هاتريك على برشلونة مع باريس سان جيرمان، وسجل كمان هاتريك على برشلونة من ريال مدريد. اذا هو جلاد برشلونة، اذا الخصم الايزي تبعه برشلونة، كل ما بيلعب قدامكم بيسجل. مشكلتي يا اخوان زهقت وانا ارد على مين؟ على صناع المحتوى. يعني انا مش فاهم انتم من وين بتجيبوا هاي المعلومات. بدي افهم انت كيف بتقول لي مبابي جلاد برشلونه؟ على كلامك هيك انا بالنسبه لي ميسي جلاد ريال مدريد، باكثر لاعب مسجل اهداف في الكلاسيكو، ومتفوق عن مين؟ على كريستيانو رونالدو، ومتفوق عن مين؟ على بنزيما، ب 26 هدف في ايش؟ الكلاسيكو. تعال اقول لك المعلومات الصحيحه. اول شغله في السوبر الاسباني تحديدا برشلونه المتفوق اكثر على ريال مدريد، وخاصه بالايش سنوات الاخيره، وب 15 لقب سوبر اسباني، وانت ب 13 لقب، واليوم ان شاء الله السادس عشر. مش بس هيك يا اخوان، انتم متخيل رافينيا في موسم واحد جايب 5 اهداف ومساهم ب7 اهداف؟ يعني شو ارقامه اكثر من ارقام مبابي. وبيجي الحمدوني بيقول لك قال ايش؟ مبابي مسجل علينا، وبتجيب لي نتائجه وهو مع باريس ونتائجه مع انديه الاخرى. هيو ارقام مبابي شو مسجل على برشلونه مع ريال مدريد. يقولوا الحمدوني يا اخوان كان يحسب اهداف مبابي بالتسلل، او يقول لك اهداف. ارحمني يابا، شوف النتائج وشوف الارقام وتاكد من معلوماتك قبل ما تنزل الفيديو، لانك معلم ملفك مسكر.